أكد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي قبل مواجهة مالي في الجولة الثانية من كأس أفريقيا أن المهمة تكمن في الفوز للعبور مبكرا إلى الدور الموالي، مشيرا إلى أن الإصابة تتعلق فقط باللاعب رومان سايس. نحن نعرف الفريق المنافس جيدا ولها إمكانات كبيرة ولاعبون ممتازون ومهارات عالية، وهم لديهم الرغبة في الفوز، وكذلك نحن مباراة متوازنة نحن نتطلع إلى خوضها. ستكون مواجهة قوية، وكما قلت دائما نريد الفوز بالنقاط الثلاث ونتأهل منذ يوم الجمعة، منذ الغد. فيما يتعلق بالإصابات باستثناء روما تتحلق عن نايف، هل لديك معلومات عن ذلك؟ ليس هناك أي مشكلة فيما يتعلق بهذا اللاعب، ورومان فقط حس بإصابة عضلية خفيفة وكمان وهو بصدد العلاج، وأشرف يستعد أو يواصل علاجه ويعود بشكل جيد. من جهته أكد عبد الحميد آيت بودلال لاعب المنتخب المغربي أن على الجميع التدرب بجدية كبيرة وتطبيق تعليمات المدرب من أجل تحقيق الفوز والتأهل. الحمد لله احنا في لي زونطرينمون كيدوزو كيمروا بجد وعارفين بقد المسؤوليه ديالنا، وجميع المباريات ما كيكونوش ساهلين، والحمد لله احنا كنتصنتوا التعليمات ديال المدرب ديالنا، وان شاء الله خدامين باش نلعبوا المباراه ديال غدا ان شاء الله بجد ونجيبوا 3 نقاط وعارفين بقد المسؤوليه ديالنا.